السلام عليكم اعزائي التتشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده من برنامج الكوره مع التتشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد من اول باول، وما تنساش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، ونوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ويلا نبدا يا تتشاويه. هنبدا الفيديو بتاعنا بمباراه بيراميدز والاتحاد السكندري. مباراه كانت قويه جدا. الاتحاد السكندري كان المفروض اللي هو يقدر يسجل، بس سوء اللمسه الاخيره وسوء الفينش اللي مخلوش يعرف يسجل. كان جات له كوره في اول 4 دقائق، لو كان سجلها كانت هتفرق معاه جامد قوي، بس للاسف ما قدرش اللي هو يسجل. فبيراميدز قدرت تدير اللقاء، وكمان غلطات نادي الاتحاد السكندري هو اللي ادى هديه لبيراميدز ال3 نقاط. ودي من وجهه نظر انا غلطات محمود متولي، غلطات الحارس مهدي سليمان، وفي غلطات كتيره هي دي اللي ادى لبيراميدز المباراه. يعني زي ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، فيستون مايلي، الاربعه كان عندهم فرصه ان هم يسجلوا النهارده. فتتخيل قوه بيراميدز الهجوميه عامله ازاي. عندهم كم حلول مش طبيعي. اما يبقى يعني مصطفى فتحي وابراهيم عادل وفيستون مايلي 3 سجلوا. رمضان صبحي جات له كوره قدام الجون بس هو اللي حب يعمل فيها منظر، وجات له كوره سجلها بس اتحسبت اوف سايد. فالاربعه كانوا قادرين ان هم يسجلوا النهارده. حلول بيراميدز كتيره ما بتقفش على حد، فلو حدش سجل هتلاقي التاني بيسجل، لو ده ما سجلش هتلاقي التالت بيسجل. فلا الحلول بتاعتهم كتيره، فده اللي مدي الهجوم بتاع نادي بيراميدز قوه كبيره. وكمان ان هم يوصلوا النهارده اقوى هجوم في الدوري ب3 اهداف اللي هم جابوهم، وصلوا 30 هدف. فلا هجوم مش طبيعي. والنهارده كمان السويتشات اللي هم كانوا بيعملوها، هتلاقي رمضان صبحي بيتحرك في الوينجين، اول ما يروح يمين تلاقي مصطفى فتحي نزل، اول ما يروح شمال تلاقي ابراهيم عادل نزل خط نص. فلا السويتشات دي كانت عامله خطوره جامده جدا لنادي بيراميدز على نادي الاتحاد السكندري. نروح بقى لغلطات محمود متولي. محمود متولي النهارده كان كارثه، تقريبا ما عملش باصه صح الا في الشوط الثاني. الجونين الاول والثالث جايين بسبب محمود متولي والهاني سليمان مع بعض، الغلطه مدموجه. الكوره بتاعت الوش رجل بتاعت ابراهيم عادل كان في ايد المهدي سليمان، ما اعرفش مش ممسكهاش ازاي، تقريبا ايده اتخرمت، هي حاجه زي كده. ضربه الجزاء برضو غلطه من محمود متولي، الفنت اللي هو عمله غلطه. الجون الثالث الباصه بتاعته غلطه، وبرضو الكوره في ايد المهدي سليمان ما عرفش يطلعها. فانا ما اعرفش المهدي سليمان ده وقف ليه. انا بالنسبه لي صبحي سليمان الحارس الثاني كان يقف مكان المهدي احسن بكتير قوي منه. فلا يعني بيراميدز النهارده كانت اقوى، كانت حلولها اكتر، كانت اخطر. المشكله اللي هم بيقدروا يسجلوا. نادي الاتحاد ما عندهمش القوه اللي هم يسجلوا بيها، فاهمني. وكمان الفادي فريد لما طلع، فادي فريد المهاجم عمل كام كوره وهو كان جاب جون واتحسب اوف سايد، وكمان كان عنده فرصه اللي هو يسجل. انا ما اعرفش مهاجم زي ده يطلع ليه. يعني انا بقول لك مهاجم ده لو جات له كذا فرصه 3 4 فرص يسجل منهم 2 على الاقل. ودي من وجهه نظري انا، لو جاله 4 فرص بس يسجل لك منهم 2. بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يلف بالكوره كويس قوي، بيعرف يحط في الجون، بيعرف مهاجم. لا مهاجم جامد، مهاجم جامد. بس هو المشكله اللي نادي الاتحاد ما كانش عارف يوصل له كور، والكورتين اللي جوله واحده جون واحده حطها في ايد الحارس. فلا يعني النهارده كان يعني ما كانش يطلع بصراحه. بالنسبه لي اللاعب زي ده ما كانش يطلع. مهاجم كويس جدا. فلا الغلطات بتاعه بيراميدز الغلطات بتاعه الاتحاد السكندري النهارده هي تلتة الفوز من طبق، يعني ذهب من على طبق ذهب لبيراميدز بصراحه من وجهه نظري. غلطات كتيره قوي، ومحمود متولي سيء قوي، والمهدي سليمان اسوأ منه. فلا ده غلطات جامده وغلطات ما تتغفرش للاثنين. فبصراحه يعني انا كنت اتمنى النهارده اللي بيراميدز يقع، يعني نقطه ياخد نقطه، تعادل، خساره، ده لو ربنا كرمنا كان يبقى هو والاهلي متعادلين، كان الفرق ما بينه وبين الزمالك يبقى مش بعيد قوي. فلا المشكله اللي بيراميدز عمال يبعد، بيراميدز عمال يبعد، فرق بقى 3 نقاط بينه وبين الاهلي، وكتير بينه وبين الزمالك، وعمال هوب طخ. فلا الدنيا عماله تبوظ اكتر واكتر. فلازم يبقى في وقفه، لازم الفرق بقى تعمل اي حاجه. يعني الاتحاد المشكله اللي الفرق عندك ما بقتش جامده، فاللي يقدروا يوقفوه هو سيراميكا بالمصري، الاتحاد السكندري. دي الفرق اللي تقدر توقعه حاليا. تخيل بقى هو عدى الاتحاد بسهوله، ده اداله علقه محترمه 3-1، دي علقه محترمه. فلا الدفاع بتاع لعيبه الاتحاد ادت الفوز 100% للبيراميدز. نخش بقى على اخبارنا سريعا كده. هو كلام خالد الغندور. خالد الغندور قال لك ايه؟ قال لك انتوا خدتوا امام عاشور وبن شرقي، وبتحاولوا تتعاقدوا مع زيزو، وكمان بتحاولوا تتعاقدوا مع بنتايج. طب ما تشتروا نادي الزمالك احسن. هو قال كده والله، قال كده بالحرف، قال لك ما تشتروا نادي الزمالك احسن. فانا عايز اقول لك حاجه،
انتوا بتقولوا ان النادي الاهلي اشترى امام عاشور او ضحك عليكم وعمل كوبري. هقول لك حاجه، امام عاشور طلع 6 شهور ميتلاند، رجع، اول حاجه اتعرض عليه هو نادي الزمالك، وانتوا اللي رفضتوا تاخدوه، او ما كانش فيه فلوس بقى، يعني المهم اللي انتوا ما رضيتوش تشتروه. فطبعا النادي الاهلي لقى لاعب بقوه عاليه قوي، بقدرات جامده قوي، يعني لاعب جامد جدا، فقال لك هسيبه لمين؟ كده كده الزمالك مش عايزه، فاستفاد انا بيه. نفس الحوار مع بن شرقي، جالكوا عرضتوا عليه اللي هو يجي، طلب 1,100,000، انتوا كنتوا عايزين مليون، رحتوا دفعتوا الفلوس في مشلاك، وما رضيتوش تجيبوا بن شرقي. وبرده الاهلي لقى لاعب جامد جدا بمواصفات عالميه، راح شاريه. نفس الحوار مع زيزو، انتوا مش عارفين تجددوا له لغايه دلوقتي. فالاهلي حاليا يبقى له حق اللي هو يخش في المفاوضات بتاعته. ونفس الكلام مع محمود بنتايج. محمود بنتايج لاعب خارق جدا بقدرات عاليه قوي، سريع، مهاري، دفاعي، هجومي، بيعمل كل حاجه في الملعب. فلو انتوا مش هتفعلوا بند الشراء، وانتوا بقالكم فتره عمالين او تنزلوا المبلغ اللي انتوا عايزين تدفعوه اللي هو المليون، عمالين بقى تقولوا طب ننزله شويه، طب الاعاره، طب الاقساط، طب الحاجات. فلو الاهلي انتوا تنكوا كده، الاهلي يبقى يخش يشتريه، اللي هو حق اللي هو يخش يشتريه. ده اللي بيبطئ الفريق عندكم، ده اللي بيبطئ ده، او ده اللي بيخسركم القوام اللي عندكم. انما لو الاهلي موجود كده، وانتوا اللي كان عندكم الفلوس ودخلتوا خدتوا اللعيبه منه، مش هنقول كده ليه؟ لان احنا اللي معناش فلوس نخلص في اللعيبه. ولاعب زي بن شرقي في الريان القطري، انتوا معكوش فلوس تشتروه، وما جيتوا تعرضوا عليه وقفتوا الصفقه، ما اعرفش ازاي، انا ما اعرفش ازاي انتوا وقفتوا الصفقه على 100,000 دولار، ازاي ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش ازاي. فانتوا خلاص طلعتوا بره الصفقه، فليه الاهلي ما يخشش ياخدها؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي. فانا شايف ان ده طبيعي بصراحه. فانا بقول لك ان محمود بنتايج لو ما فعلتوش بند الشراء هتلاقوه في النادي الاهلي برضه. وبقول لك لو زيزو خرج من النادي الزمالك هيرجع على النادي الاهلي، ايا كان هيروح على النادي الاهلي على طول او يروح الخليج ويرجع الاهلي، هيروح النادي الاهلي. والله مش برخم، بس انا بقول لكم الحقيقه، زيزو لو طلع هيرجع النادي الاهلي بنسبه 100%. فزي ما بقول لكم ان رابطه الانديه قلت لكم اللي هي غرمت نادي الزمالك 200,000، واللعيب الجماهير برضه عملت كده مع النادي الاهلي. فبقول لكم ان خلاص بقى في غرامه 20,000 جنيه و3000 لاعب من المباراتين القادمين، اللي هي المباراه اللي فاتت والمباراه ديت، من النادي الاهلي. دي اللي يخص رابطه الانديه للنادي الاهلي في عقوبه ماتش القمه. نخش على الخبر اللي بعده، وهو محمد حمدي. محمد حمدي اللي غالبا هيروح النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا. هتقول لي ليه؟ اقول لك هو جاي اعاره 6 شهور بس من انبي. اللاعب فيه مشاكل بينه وبين الزمالك، وكمان في نسبه مشاركه في العقد هو مش بيشاركها، واللاعب مش موجود في المركز بتاعه، فبيلعب في مركز تاني، فمش عارف يأدي في المركز دوت، فعشان كده يرجع نادي انبي تاني. فانا بقول لك ان حصل مفاوضات شفهيه مع اللاعب من اداره النادي الاهلي مع محمد حمدي. شفهيه، مش مفيش بقى اي يعني حاجات بسيطه. بس انا بقول لك اللاعب دوت بنسبه كبيره قوي هتتخطى مثلا 75% هيروح النادي الاهلي بعد ما يرجع من نادي الزمالك لنادي انبي. دي خدوها مني بقى، خلاص اللاعب هيبقى موجود في الاهلي، والاهلي محتاجه عامه. يعني انت خلاص يحيى عطيه الله ماشي، وانت عندك محمود بنتاج مش هتمشيه، فلو علي معلول ما رضيش كولر هيبقى عندك كريم الدبيس، لازم تجيب له واحد كمان مع كولر مع علي معلول، فخلاص هيبقوا الثلاثه دول هم اللي موجودين، وده الارجح الفتره اللي جايه. كمان الخبر اللي بعده، انا قلت لكم الفيديو اللي فات او الحلقه اللي فاتت، قلت لكم ان رؤى اشتكى الزمالك، وقلت لكم اللي هو طالب تعويض وطالب رقم ومش عارف ايه وشكوى وقضيه والحكايه والروايه، بس ما قلتلكوش التفاصيل. انا دلوقتي بقى جبت لكم تفاصيل الدنيا مع رؤى ازاي. رؤى مضى مع الزمالك 3 سنين عقد بالثلاث سنين. الثلاث سنين دول المفروض اللي مكتوب في العقد ان لو هتعمل يعني زي ما بتقول كده ايه، فسخ التعاقد، هنعمل من الطرفين زي ما طبيعي، ده المعروف. لا، الزمالك عمل فسخ التعاقد من جانب واحد فقط، اللي هو نادي الزمالك. رؤى ما وافقش على فسخ التعاقد، فدلوقتي بقى رؤى له حقيه في اللي هو يقدم شكوى لنادي الزمالك على اساس يرد جزء من او المستحقات بتاعته او التعويض او الحكايه. فخلاص رؤى بقى له حق. بس المشكله ان نادي الزمالك طلع وقال المكتوب في العقد ان احنا المفروض ان احنا من فسخ التعاقد، من مكتوب في العقد اللي فسخ التعاقد بيبقى من طرف واحد فقط. لو ده موجود فخلاص رؤى كده كده مش هياخد اي حاجه. لو ده مش موجود، اعرف ان رؤى هيبقى له
تعويض كبير قوي، تعويض كبير قوي، وهتبقى مشكله جامده جدا لنادي الزمالك. ليه؟ حاليا الزمالك بيعاني من ازمات ماليه، فانت معكش فلوس اصلا وماشيها بالزق، فما يبقى عندك قضيه من هنا على قضيه من هنا، هتلاقي الارقام اللي بدات تبقى عليك كبيره، وانت اصلا حاليا بتعاني من ازمه وبتحاول تمشيها بالزق، فهو ده هتبقى كارثه لنادي الزمالك بالسبب دوت. فاهمني؟ فاتمنى ان يبقى الزمالك كاتب فعلا في العقد اللي هو من طرف واحد عشان المشاكل ما تدناش تزيد. وبكده يبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا. اتمنى تبقى عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تحت اللي وصلنا على نفس التحدي بتاعنا 1000 متابع من نهايه السنه، وما تنساش تفعل زر الجرس، وما تنساش نوصل الحلقه دي لاكبر عدد من اللايكات. وسلام.